ما معنى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس؟ أما لا فهي زائدة، والمراد إثبات القسم لا نفيه، بمعنى أقسم بالخنس الجوار الكنس. وخنس أي استتر وغاب واختفى، فكلمة الخنس معناها الكواكب الخمسة، وهي زحل والمشتري وعطارد والمريخ والزهرة. وخصصت هذه الكواكب الخمسة دون غيرها من الكواكب لأنها تستقبل الشمس، وقال آخرون هي جميع الكواكب. وقيل الخنس هي النجوم، فهي تتوارى وتختفي نهارا، لأنها تخنس أي تتوارى وتختفي نهارا. والجواري فهي الكواكب أو النجوم التي تجري وتتحرك من جهة إلى أخرى. أما الكنس فهي الكواكب أو النجوم التي تطلع جارية، وكنوسها أن تغيب من مغاربها التي تغيب فيها، أي إنها تكنس صفحة السماء عندما تغيب من الغبار الكوني والكواكب. وقيل أيضا في معنى الخنس الجوار الكنس هي الظباء والبقر، فهي تتوارى إذا رأت الإنسان أو ذئبا أو ما يخيفها، وتكنس أي تدخل في كنسها أي مأواها إذا اشتد الحر. ومعنى آخر هو أن الخنس الجوار الكنس هي النجوم المعروفة بالثقوب السوداء. والخلاصة إنها كواكب أو نجوم تخنس أي تتوارى وتختفي، فهي لا ترى في النهار، وهي جارية في مجاريها حتى تكنس أي تختفي وتتوارى مرة أخرى عند طلوع نهار جديد، كما تكنس أي تتوارى وتستتر الظباء والبقر في مكان تأوي إليه. وهذا هو المعنى الراجح في تفسير الآيتين الكريمتين من سورة التكوير. شكرا لحسن المتابعة والإصغاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.